عربيه انا مبسوط ان انا هركب العربيه. 3 كنتش بسوق العربيه اللي انا معايا حاجه اشربها سكريه، صودا، عصير، اي حاجه. طبعا هي دي حاجه سيئه لان خلتني اكسب وزن وبطلتها بعدين، بس في المرحله دي انا ابتديت اعمل حاجه اسمها subconscious association او ارتباط نفسي في اللاوعي. يعني لو انا كنت متضايق من العربيه على مدى سنين ما بحبش السواقه، فانا دلوقتي عايز ابسط نفسي، فكل ما اقعد اقوم جايب حاجه صودا، حاجه فيها سكر. سكر بيفرز في المخ دوبامين فيسبب السعاده، في مركب العربيه اشرب ده يبدا مخي يربط السعاده. طب يعني ايه اسوسيشن لو نشرحه شويه؟ في حاجه اسمها بافلوف اكسبيرمنت او تجربه بافلوف. جاب كلب بقى يرن له جرس ويجيب له الاكل فلعابه ينزل، يرن له جرس يجيب له اكل فلعابه ينزل. قعدها كتير كفايه لدرجه ان الكلب مخه بقى شايف ان الجرس والاكل حاجه واحده، فبعد كده بقى يجيب الكلب يرن له الجرس من غير اكل لعابه ينزل. ده الارتباط في اللاوعي، ورابط الجرس بالاكل خلاص، وبقى يجيب نتيجه عضويه عليه. ده اللي انا عملته مع نفسي. فانا قضيت على الغضب او المضايقه من السواقه ب3 حاجات. 1 ان انا غيرت ادراكي عن السواق اللي بيكسر عليا ده، مبقتش اتنرفز، بل بالعكس انا بقيت بدعي له واحس بالمصابان عليا. ده 1. 2 بقيت دايما معايا كتب صوتيه بسمعها وانا في العربيه، فدي غيرت الكراهيه للشوق ان انا عايز اسمع الكتاب ده، عايز اكمل الكتاب ده. 3 حاجه عملت بوزيتيف سبكونشس اسوسيشن، ارتباط نفسي ايجابي بالعربيه.